الجوادي بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، ثم بعد ذلك قد التحقيق له أن يقرر إما أن يواصل النظر في القضية لأنه مازال القضية فيها قراءات أخرى، إما يواصل النظر في القضية ويترك سيد الجوادي في حال سراح أي يطلق سراحه اليوم، أو أن يصدر في حقه بطاقة إدارة. به في تكليف ثم معلومات تقول له ما عندوش قرار تكليف من طرف وزارة الشؤون الدينية بالإمام. لا موجود قرار التكليف، وسيد الجوادي وضعه قانوني وسليم ولم يرتكب أي خطأ أو مخالفة يمكن أن يؤاخذ عليه. كل ما في الأمر أن هذا الرجل تصرف كل إمام من شأنه اللي هو الإمام الدور متاعه بالأساس هو أنه يشعل المحيط متاعه ويحاول ينشر الألفة بين أفراد المحيط متاعه وينشر مبادئ التضامن والوحدة بينهم. فهذا ما فعله السيد رضا الجوادي بأن سعى إلى أن يحقق جو من الألفة والتضامن بين مجموع المواطنين بأن دعاهم جميعا للتطوع والتبرع من أجل قضاء بعض المسائل الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالمسجد وبناء المسجد وصيانة المسجد وغير ذلك، ولم يقبض أي مليم ولم يضع أي مليم في حسابه أو في جيبه.